مشاهدينا اهلا بيكم. تيجي ايه احنا كنا بنسجل؟ لا انت مش عايز تطلع. انا ما هو انا طلعت اطلع تاني. اهلا في ايه يا ابني؟ اهلا بيكم انا سيادتك لا، رب هتطلع دوبلتس تاني. ييه. النهارده هنعمل مراجعه للتليفون الكي 5 نوت. بالمناسبه الفيديو ده متصور بالكاميرا بتاعتي، خليكم معانا. لينوفو كي 5 نوت او اي 7020 يعتبر من احدث الاجهزه اللي شركه لينوفو نزلتها في السوق المصري الفتره المؤخره. التليفون بيجي في فئة الميد هاي رينج، الفئة المتوسطة، بس مش معنى كده ان الجهاز مش هيرضي طموحاتك، بالعكس الجهاز كان مبهر جدا. خلينا نتكلم على الديزاين اول حاجة. الديزاين زي ما انتم شايفين التليفون متصمم كله من المعدن، احساسك وانت ماسك التليفون كأنك ماسك تليفون مدفوع فيه فلوس كتيرة، بالرغم من ان ثمنه دلوقتي في السوق المصري ميتعداش ال 3000 جنيه. التليفون سليم، جوانب التليفون هتلاقي الميتال بتاعها بيلمع بولش نظيفة جدا. التليفون ديزاينه اتراكتيف جدا، جميل جدا. الجانب الايسر من الجهاز هيوفر لك السيم دور والاس دي كارد. اسفل الجهاز هتلاقي مايك، فوق هتلاقي مايك، ورا هتلاقي مايك. الجهاز فيه 3 مايكات وفي يو اس بي 2.0 لو هتحمل داتا او هتشحن التليفون. الجهاز 5.5 انش فول هاي ديفينيشن ال تي بي اس تكنولوجي اسمها لو تمبريتشر بولي سيليكون. الشاشه دي بتسبورت اب تو 551 بكسل بير انش، بس لينوفو عامله داون جريدنج للهاردوير على فول هاي ديفينيشن ريزولوشن و401 بكسل بير انش بس علشان البروسيسنج باور. الجهاز شاشته ممتازه تحت اشعه الشمس زي ما انتم شايفين، الالوان فيري فيفيد، زاويه الرؤيه بتعدى ال 180 درجه. الشاشه حسستني ان انا ماسك تليفون غالي وكنت مبسوط جدا من الكلر ريبرودكشن. احنا قلنا ان التليفون بيجي في فئه الميد رينج. التليفون مزود بمذر بورد ميديا تك هيليو بي 10، ودي من احدث المعالجات الميديا تك طرحتها، وبي بترمز لكلمه بريفورمانس. التليفون بيجي بمعالج قوي جدا بقوه 1.8 جيجا هرتز ثماني نواه، بيعتمد على حاجه اسمها البيج ليتل اركتكتشر، يعني في 2 بروسيسورز. التليفون مزود ب 3 جيجا رام دي دي ار 3 933 ميجا هرتز، ودي نفس الرام اللي شفناها في ال جي جي 4 ولوميا 950. 32 جيجا انترنال ستورج، بلس انه مزود بكارت شاشه قوي جدا من شركه اي ار ام في الفتره المؤخره، مالي تي 860 دول كور 700 ميجا هرتز 64 بت، وده بيسمح برسوميات عاليه جدا جدا. اداء الجهاز كان خفيف، يمكن الجلتشايه اللي انتوا شفتوها دي ان الشاشه اختفت ورجعت تاني بس، انما انا ما قابلتش اي مشاكل في اداء الجهاز. الجهاز كان سريع جدا، ريسبونسيف جدا، ما حسيتش ان في مشاكل وانا بتعامل معاه. بالمناسبه الجهاز اللي انا بشتغل عليه كان اندرويد فيرجن 5.1، اولموست الستوك اندرويد. انا كنت شغال على حاجه زي الستوك اندرويد بالظبط. الفايب يوزر انترفيس مش باين، ممكن نختاره من السيتنجز، بس الجهاز بيجي بالديفولت بالجوجل يوزر، انت تحس كانك ماسك تليفون نكسس اصلا. المالتي تاسكينج بتاع الجهاز كان رائع، ممكن تشغل اكتر من 10 ابلكيشنز مع بعض، ما حصلتش معايا اي مشكله في المالتي تاسكينج. بقدر اسويتش بين الابلكيشنز وبينها وبين بعضها بحريه كامله، ما حصلش معايا اي مشكله في اي برنامج، الابلكيشنز بتشتغل سموث جدا. اكيد طبعا لما هنتكلم على البريفورمانس والمالتي تاسكينج اكيد هنتكلم على الجيمنج. انا عارف ان رايكم جري، خلونا نعمل ريفيو صغير على الجيمنج. لينوفو كي 5 نوت يعتبر الشامبيون في الجيمنج في الفئه بتاعته. انت هتدفع 2800 جنيه او 3000 جنيه وهتاخد فول هاي ديفينيشن سكرين، بوليجونز اراوند 55 مليار بوليجون بير سكند، بترسم كارت شاشه 700 ميجا هرتز قوه معالجه، بلس انه دول كور. كل اللعب كانت شغاله سموث، الانيميشنز كانت حلوه جدا، يعني حصل بعض دروب للفريمز بسيط جدا. ما تنسوش ان اللعبه مثلا اللي انتم شايفينها ودي اسمها مودرن كومبات 5 مساحتها حوالي جيجا وربع، التليفون مشغلها لايك تشامب. وبالمناسبه انا كنت بقدر ان انا سويتش من اللعبه دي للعبه تشامبيونز من غير اي مشاكل، واللعبتين شغالين في الرام. لعبه مارفل تشامبيونز اصلا لعبه من اللعب برضه اللي مساحتها كبيره جدا جدا وبتتعدى نص جيجا كامله. حاولت ان انا العب لعب تانية موازيه في القوه زي لعبه نيد فور سبيد نو ليميتس اللي نزلت سنه 2015 واللي تعتبر موازيه لعبه نيد فور سبيد 2015 اللي نزلت على الكونسول والبي سي. الجرافيك كان حلو جدا، ولو ان التكستشرز المرسومه بتختلف اختلاف كبير نسبيا على التكستشرز اللي ممكن تشوفها على تليفونات عاليه. اللعبه كانت شغاله بشكل ناعم جدا، ما قابلتش اي دروب في الفريمز، بلايبل جدا، والجرافيك يعتبر جميل جدا على فئه السعر. لعبه مورتال كومبات المميزه جدا واللي برضه نزلت للكونسولز وعادت بعد فتره غياب، نزلت على بلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1، كانت ولا اروع. الجرافيك كان شغال بشكل رائع جدا، وبالمناسبه اللعبه دي دمويه، يعني لو نفسك تاكل قلب وكلاوي وكده ممكن اللعبه دي هتعملك ساتسفاكشن كبير، او تاكل مخ بانيه. البراوزنج على كي 5 نوت حلو جدا. التليفون حاولت ان انا اشغل عليه الويب سايتس الكبيره بتاعت الديسكتوب، ما قابلتش اي مشكله. الجافا سكريبت سكورز كانت مش وحشه، كانت كويسه، ولو ان في طبعا تليفونات بتبقى اعلى منه بحكم فئه السعر.
انستجرام كان شغال بشكل رائع جدا، سموث جدا، ولا كأنك ماسك هاي اند. الميوزك دولبي اتموس زي ما انتم شايفين، الجهاز بيلعب هاي فاي ميوزك بقوة 192 كيلو هرتز و48 ألف بيت ريت. الكاميرا، انا عارف ان ناس كثيره مستنيه الجزء ده من الفيديو، وده مش لمجرد ان كل واحد فينا بيطلع كريستوفر نولان اللي جواه والموهبه مقطعه بعضها، وده لان الكواليتي اللي بقت تقدمها التليفونات عاليه جدا. لينوفو از نو اكسبشن. كاميرا لينوفو كي 5 نوت بتيجي بدقه 13 ميجا بكسل، بتصور فيديو فول هاي ديفينيشن، حجم السنسور 1 على 3.06، 5 عدسات، فيس ديتكشن اوتو فوكس، فوكال لينز 4 ملم، وده حاجه كويسه جدا بالنسبه للتليفون في الفئه دي، زائد سنجل ال اي دي فلاش. السيتنجز بتاعت الكاميرا بتسمح لك انك تتحكم في كذا فيتشر منها، زي الاسبكت ريتيو، الوايت بالانس، والايزو. ولو اني كنت اتمنى ان يكون في مانوال كنترول كامل بما فيهم الوايت بالانس والايزو يكون موجود في اليوزر انترفيس اللي بره مش في السيتنجز. الفوتو سامبلز كانت جيدة جدا، معظم الصور اللي انا صورتها كانت الوانها طبيعية ومقبولة جدا جدا. البوكيه افكت كمان كان رائع، شالو ديبث اوف فيلد ممتع جدا، يحسسك كأنك بتصور بكاميرا بروفيشنال. قابلت بعض المشاكل في الهايلايتس، يمكن عشان فتحة العدسة كبيرة 2.2 بتسحب إضاءة بشكل كبير يعني، بس الديتيلز اوفر اول كانت كويسة. لحد قبل المغرب كده والدنيا كانت كويسة، الصور مقبولة جدا وحلوة جدا، ولكن لما الدنيا بتليل للأسف كاميرا لينوفو فايب كي 5 نوت الكواليتي بتاعتها بتقل بشكل كبير، نويز، جرين، ميسنج فوكس، وديتيلز ضعيفة جدا. يمكن لما بدأت أتحكم في المانيوال كنترول بتاع الأيزو، بدأت أقلل الأيزو، بدأت الصور تطلع حلوة نسبيا، بس بما إن الجهاز مفيهوش اوبتيكال ايمج ستابلايزيشن فالصور في أكتر الوقت بتطلع مهزوزة، علشان كده بحب دايما إن أنا أصورها على الأوتو. الفيديو كمان كانت الفريمز بتاعته بيحصلها دروب بشكل رهيب، لدرجة إنك تحس إن هو سلو موشن. أتمنى إن لينوفو تحل المشكلة دي. ويا عيني وقلبي على السيلفي الجامدين جدا، 8 ميجا بكسل فول هاي ديفينيشن وايد انجل، فتحة عدسة 2.2 تسمح انك تجيب اي حاجة في الكادر معاك حتى لو كانت المقشة اللي على جنبي دي. المشكلة ان الصور كانت ساعات بتطلع برايت جدا جدا، في الاندور كانت تعتبر معقولة، الكواليتي بتاعتها حلوة جدا. اما السيلفي في اللو لايت كونديشنز اعتقد ان انت لو عملت اديت او ضفت فلاتر الصورة هتبقى احلى بكتير. ديزاين شيك جدا وماتيريال محترمة، أداء عالي جدا ومالتي تاسكينج جبار، كاميرا ممتازة تقدر تعتمد عليها، هاي فاي ميوزك الأفضل في فئتها على الإطلاق، جيمنج اكسبيرينس ولا أروع بتضاهي الهاي إند. وبكده نقدر نقيم لينوفو فايب كي 5 نوت ب8 من 10 مع لقب أفضل هاتف للعب المالتي ميديا على الإطلاق في فئته. انا زيادتي كان بلو جلitch، ودي كانت مراجعه لوفو كي 5 نوت. لو عندك سؤال او عندك اي حاجه في الكومنتس خش اكتب ازيك يا زوز عادي هرد عليك يعني. عمر اقول لهم ايه يا عمر عشان مش عارف اقول لهم. طبعا انت بتجيب العيله الكريمه زي ما عمر بيقول لي، كلهم يقفوا يشجعوك ويسقفوا يلا يلا مسكي رايب يلا كده، ويسقفوا لك بقى، يعملوا لك دبكه بلدي بقى، ويجيبوا حلال كتير بقى كتير بقى، وتجيب كله ايه وعلى طول. يلا يا ابني انا خلصت الفيديو بتاعت ليه، هات فيديو تاني. سلام.